مرحلة الانتصار تأتي بعد مرحلة صعبة وحرجة تكون في آخر مرحلة الإمام المهدي الذي يظل في مجتمعات العالم ينشر السلام والدين ويعيد الشعوب إلى حقيقة مراد الله في الأرض، فمنهم من يؤمن به ومنهم من يهادن، حتى إذا ما ظهر هذا الإمام على كثير من شعوب أوروبا واستطاع أن يغزو عقر دارهم، ثارت الفتنة من جديد والحروب، وتحرك عدو الله الدجال من مكمنه لينصر هذه القوى الكافرة في الأرض، فيتحرك على مدى 40 يوما يمر فيها على كثير من البلاد من جهة المشرق حتى يبلغ إلى مكة والمدينة، والأحاديث واضحة في ذلك، وأنه لن يدخلها وإنما سيقف على أبوابها، والذي سيخرج إليه من مكة والمدينة أولئك المنافقون الذين لهم صلة به، ثم يتوجه إلى الشام ليقاتل الإمام المهدي. وفي تلك المرحلة تطول المعارك بين جيش الدجال وبين أتباع الإمام المهدي حتى تضعف قوة الخير في تلك المرحلة، ويتضافر اليهود مع الدجال مع الأوروبيين على حصار المهدي في دار الخلافة بيت المقدس حتى يحصرونه في جبل الدخان، وتشتد المحنة عليهم اشتدادا شديدا، ولكن الله تعالى قد وضع لهم المخرج. ففي لحظة من اللحظات التي يكون فيها على شدة ويؤذن المؤذن لصلاة الفجر، يأتي عيسى عليه السلام في رحلة أخرى أراد الله بها إنقاذ المهدي وأتباعه من خطر الكفر والشر. يقول في الحديث عن أبي هريرة: ينزل عيسى ابن مريم فيمكث في الناس 40 سنة إماما، والنزول كما ورد في الروايات أنه ينزل على جناح ملك حتى يحط في دمشق أو في مسجد دمشق عند المنارة البيضاء. ولاحظوا أن هذه اللفظة كلمة المنارة البيضاء قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون هناك منارة وقبل أن يكون هناك مسجد، ولكن هذا من القراءة الاستباقية حتى لما سيبنى ولما سيكون في تلك البلاد. فإن المسجد بعد ذلك لما بني والمنارة لما بنيت ظلت بعد ذلك معلما لما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مجمل الأمور أن عيسى عليه السلام ينزل إلى مسجد دمشق، وهو الآن المعروف بالجامع الأموي عند المنارة البيضاء، فتجتمع عليه الشعوب في تلك المرحلة. تجتمع الشعوب عليه لسببين: السبب الأول أن المسلمين يكونون في حالة ضعف، وخاصة أن في فلسطين الإمام المهدي محاصر، والأمر الثاني أن يكون اليهود والنصارى في حالة قوة وفي حالة تعدي وتحدي، فينزل عيسى فلأنهم يرون أنه نبيهم فيجتمعون عليه. لكن عيسى عليه السلام أول ما يفعل أنه يلزمهم الدين والإسلام، فمن أسلم تبعه ومن أبى قتله، فيفرغ من هذا الأمر في يوم واحد حتى ما يأتي الليل إلا وقد أعد العدة للذهاب إلى بيت المقدس لإنقاذ الإمام المهدي، فيتحرك من دمشق إلى فلسطين فيصل إليها آخر الليل، يعني مع صلاة الفجر، ولأنه لديه من القوة المعنوية والحسية ما يستطيع بها أن يخترق جيوش الدجال المحاصرة، فيدخل ويخترق الجيوش ويصعد إلى جبل الدخان، فيكبر المسلمون ويكونون على وشك الصلاة لصلاة الفجر. وكما ورد في الحديث أنه يأبى أن يصلي إماما بالمهدي، ولكن يأمر المهدي أن يتقدم وهو يصلي خلفه، وهذا مما يشير إلى أن عيسى عليه السلام يصلي خلف إمام من أئمة الدين في أمة محمد عليه الصلاة والسلام: إمامكم منكم. فبعد الفراغ من الصلاة يعدون العدة للدخول إلى المواطن التي فيها الدجال،
وكما تعلمون أن ظهور عيسى عليه السلام فقط وخبره هو الذي يزلزل أطراف وأركان دولة الدجال وأتباع الدجال. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون عن الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. هذه المسيرة التي هي مخفية على فهم الناس ولكنها موجودة في الواقع، وهو أن هناك أناسا يظلون يقيمون مظهر الجهاد الحقيقي في سبيل الله حتى يأتي الإمام المهدي فيقاتلون معه، ثم كذلك يستمرون حتى يأتي عيسى عليه السلام، فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: صلي لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة لله، تكريمة الله لهذه الأمة. وهذا فيه إشارة إلى تقديم الإمام القائم على المسلمين بديل عن عيسى، وعيسى يصلي خلفه. وكل هذا يفتح لنا باب في تعظيم هذا الدين وشرف هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وأن له مدى معين يكتبه لعباده في نصرهم، ويكتب مدى لعباده من الكفار في طغيانهم، ولكل شيء أجل، ولكل أجل كتاب. فهذا يشير في هذا الأمر أن عيسى بعد أن يجهز نفسه للخروج إلى مقاتلة الدجال في أرض فلسطين يدركه في موطن معين يسمى باب اللد، وهو معروف الآن قريب من ما يسمى بتل أبيب. هذه مواطن لما نقراها جغرافيا اليوم نجد أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الحقيقة، وأنه مهما نرى من هذا الحشد والقوة والانفعالات والجبروت الذي يؤديه اليهود في الأرض، فإنما هذه هي صورة من صور التمرد وليست صورة من صور الحقيقة، لأن لفظة الاحتلال والدخول في بلد فلسطين كله من أصله مخالف حتى لدينهم، حتى لنواميسهم، لأن هذه الفعلة كانت مؤامرة. آخر من وقف أمامها السلطان عبد الحميد الثاني كما سمعتم في الدروس السابقة، وأنه أشار إلى أنكم ممكن أن تدخلوا في هذه الأرض وتحتلونها عندما أموت أو عندما أتنازل، أما ما دمت حيا فلن أعطيكم شبرا من الأرض. وهذه المواقف الحقيقية التي يتكلم بها الرجال الذين يعطيهم الله سبحانه وتعالى صفة القوة في المجتمع. لكن لما تخاذلت الأمة وتقسمها الشيطان وأتباع الشيطان بلغوا إلى ما بلغوا إليه، فحقق الشيطان وأتباع الشيطان واليهود وأتباعهم ومن يتآمر معهم مطلبهم في هذا الأمر. والحرب ليست ضد العرب وليست ضد المسلمين، الحرب هي ضد الخالق. القائمة الحرب هي حرب بين الشيطان وبين الخالق، ولا بد للخالق سبحانه وتعالى أن ينتقم لدينه، وينتقم لأمته أمة نبيه، وينتقم للحق في هذا العالم الذي غير معالم الحق فيها. لهذا جاء في الحديث: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا بعد أن يقتل الدجال. وفي رواية أنه يشير إليه بقضيب، الله أعلم نوعية هذا القضيب أو هذا السلاح الذي يموت به الدجال، ما شكله ما لونه ما فعاليته، لكن هو يقتل الدجال فينهار المجتمع الدجالي واليهودي، فمنهم من يسلم ومنهم من يقتل، مثل ما فعل عيسى عليه السلام في دمشق. فتهدأ المنطقة التي حول من الشام بهذا الأمر وتبدأ تستقر الأمور، فيقيم هذه الدولة العالمية. وقبل أن يقيم هذه الدولة العالمية ويبدأ في تأسيس أصولها وأسسها يموت الإمام المهدي، وهذه مرحلة من المراحل التي يفتح الله بها باب لأجل يصبح سيدنا عيسى هو الذي ينشر الإسلام في العالم. فعندما يموت سيدنا المهدي رضي الله تعالى عنه عليه السلام،
هنا يقيم عيسى عليه السلام النظام الجديد الذي ينشره في العالم. ومما يجب أن يعرف أن المهدي عليه السلام ينشر السلام ويوحد العالم العربي والإسلامي، ويعيد ترتيب اقتصادياته واجتماعياته وشؤونه العامة والخاصة. فلما يأتي عيسى عليه السلام ينفتح الباب على العالم كله، فينطوي العالم كله تحت دائرة الإسلام وتحت دائرة عيسى عليه السلام، وتأتي الظواهر التي يقوم بها. مثلا أولا أنه يكسر الصليب. إذا معنى ذلك أن الصليب الذي نشاهده في كل صناعة وفي كل مكان وفي الأعلام وفي غيرها هو عبارة عن بهتان وعن كذب ليس له مكان في الديانة، وإنما هو عبارة عن صناعة عقلية وضعها النصارى لأجل أن يبررون فعلتهم الشنيعة مع عيسى عليه السلام. إذن فيكسر الصليب وليس له قيمة، يسقط هذا المعنى أو هذا الرمز الذي يعظمونه إلى الآن ويضعونه في صدورهم ويكرمون أهله ويعطوه وينوعون أشكالهم إلى ذلك. كل هذا عبارة عن تزييف بالنسبة للدين، فينتهي هذا وينكسر، يكسره عيسى. ويقتل الخنزير، أي يمنع التعامل والأكل والتربية وكل متعلقات هذا الحيوان ينتهي، لما فيه من الخطر، لما فيه من الشرور، لما فيه من المنع الإلهي من أكله وتربيته والاهتمام به. قال ويضع الحرب، معنى ويضع الحرب تتوقف الحروب، يعالج كل شؤون المجتمعات بالسلام، يعني مكملا لمنهج السلام في الأرض. ثم يفيض المال حتى لا يقبله أحد، تزداد الأموال، أولا الانعدام اللصوصية، وتزداد الأموال لأن الضابط الإداري والقانوني ضابط شرعي ليس عبث أو مصالح أو ما يفعله الناس في علاقتهم بالثروات والأموال. فيفيض المال بمعنى يزيد في خزائن الدولة ويزيد في أيدي الناس حتى لا يقبله أحد، أي لم يعد الناس يحتاجون للمال، ينصرف هذا المال إلى المشاريع العامة التي تستقيم بها الحياة، ويفيض بعد ذلك أكثر. وهذا أمر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في يوم ما، قال حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، أي بمعنى تتجه الناس إلى التوبة، تتجه الناس إلى الدين، تتجه الناس إلى العبادة، حتى يصبح عند الإنسان أن تصفو له سجدة في بيت المقدس أو سجدة في الحرم الشريف أو في المدينة خير من الدنيا وما فيها، أي بمعنى أنه لا ينظر إلى الدنيا ولا إلى زينتها، لما يجري على قلوبهم من الزهد، لما يجري على قلوبهم من الصفاء، لما يجري على قلوبهم من معرفة الحقيقة التي تبين لهم تفاهة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا هي ولا من يهتم بها ويعتني بها. ولهذا يقول أبو هريرة فيما يقرأ من الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بمعنى أن كثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى أخبر القرآن أنه سيأتي يوم يؤمنون بعيسى عليه السلام على دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويعودون إلى حظيرة الإسلام وإلى حظيرة التوحيد على الوجه الصحيح في مرحلة عيسى عليه السلام.